نراجع الكلام اللي احنا قلناه من شوية. الأحماض والقلويات. الأحماض دي مواد بتدوب في المية وبتديني أيونات الهيدروجين الموجبة. حلو الكلام. والقلويات قلنا إن دي مواد بتدوب في المية، بتتفكك في المية وبتديني أيونات الهيدروكسيد السالبة. حلو ماشي. أمثلة على الأحماض يا مستر زي الليمون والكاتشب والعنب. الليمون والكاتشب والعنب دول كلهم جواهم أحماض. ماشي. طيب القلويات يا مستر: المنظفات ومعجون الأسنان والصودا الخبيث. صودا الخبيث دي اللي هي ايه؟ اللي هي عارفين انتوا البيكنج صودا؟ عارفين اللي هي الكربونات اللي بتتحط جوه الكيكه، بتخلي الكيكه تتنفخ كده وتكبر، هي دي اسمها صودا الخبيث. دول كلهم جواهم قلويات ودول جواهم احماض. ماشي. دلوقتي احنا قلنا يا مستر ان اي حمض بضيفه على الميه بيدوب في الميه ويديني ايونات الهيدروجين الموجبه. يعني انا دلوقتي لو مسكت ال HCl حطيته في الميه هيديني ايونات الهيدروجين الموجبه. طيب مسكت حمض تاني H2SO4 حطيته في الميه، ايه اللي هيزيد؟ ايونات الهيدروجين الموجبه، صح؟ يبقى انا دلوقتي كل ما بضيف حمض في الميه في ايونات بتزيد اسمها ايونات الهيدروجين الموجبه اللي هي بتميز لي الاحماض. طيب بقى بالنسبه للقلويات، لو ضفت مثلا NaOH للميه، يا ترى هيدوب ويديك ايونات الهيدروجين الموجبه ولا ايونات الهيدروكسيد السالبه؟ ده عشان قلوي هيديني ايونات الهيدروكسيد السالبه. طيب ده انا دلوقتي ضفت قلوي جوه الميه اداني ايونات الهيدروكسيد السالبه. طيب ضفت له قلوي تاني، ايه اللي ممكن يزيد؟ اكيد ايونات الهيدروكسيد السالبه. ماشي. يبقى الاحماض لما بضيفها في الميه بتزود لي ايونات الهيدروجين الموجبه، لكن القلويات لما بضيفها في الميه بتزود لي ايونات الهيدروكسيد السالبه. حلو. يعني دلوقتي كل ما تزود حمض ايونات الهيدروجين هتزيد الموجبه، كل ما بتزود قلوي ايونات الهيدروكسيد هي اللي هتزيد. حلو ماشي. دلوقتي خلاص يا مستر، انت ضفت الحمض ضفته على الميه، كون لك حاجه اسمها محلول الحمض. محلول الحمض يعني ميه وحمض. نفس الكلام القلويات لما ضفت على الميه كون لك حاجه اسمها محلول القلوي. محلول القلوي يعني ميه وقلوي. ماشي. دلوقتي في شريط اسمه شريط دوار الشمس، في منه لون ازرق وفي منه لون احمر. لو انا عاوز افرق بين المحلول الحمض ومحلول القلوي اجيب شريط دوار الشمس دوت. دلوقتي لو انا معايا شريط دوار الشمس اللي لونه ازرق وضفته لمحلول الحمض، يعني مسكت كده شريط دوار شمس لونه ازرق وحطيته جوه محلول الحمض، هلاقي ان اللون الازرق اتحول للون احمر. اول ما الاقي ان اللون الازرق اتحول للون احمر بتاع الشريط نفسه اعرف ان ده محلول حمض. طب يا مستر لو جبت شريط احمر، شريط نفسه احمر، حطيته في محلول القلوي، الاحمر هيتحول لازرق. طب يا مستر لخص لنا الكلام عشان انا حاسس ان انا تهت. احماض تحمر بتحمر، قلويات بتزرق بتزرق. حلو الكلام. طب يا مستر واحد ممكن يشغل دماغه دلوقتي يقول لي ايه؟ طب انا دلوقتي محلول الحمض دوت لو ضفت له شريط ازرق هيحوله الاحمر. طيب محلول الحمض دوت لو ضفت له شريط احمر هيعمل له ايه؟ مش هيعمل له حاجه، ما هو اصلا احمر، هيحول الاحمر تاني. طيب نفس الكلام برضو القلويات، القلويات بيزرق الاحمر. طب انا دلوقتي لو مسكت شريط ازرق حطيته على القلويات هيعمل لي ايه؟ مش هيعمل لي حاجه، هيحوله من ازرق لازرق، ما حصلش اي تغيير. بس فهو دلوقتي لازم محلول الحمض احط له شريط ازرق هيحوله الاحمر، ومحلول القلوي احط له شريط احمر هيحوله لازرق. ماشي. دلوقتي في احماض قويه واحماض ايه؟ واحماض ضعيفه. احماض قويه من حيث ايه يا مستر؟ من حيث التوصيل للتيار الكهربائي اللي بيوصل كهرباء. يعني الاحماض القويه بتوصل كهرباء يعني بطريقه كويسه، بطريقه عاليه، يعني بتوصل كهرباء بطريقه كويسه. ماشي. طب بالنسبه للاحماض الضعيفه، دي احماض ضعيفه التوصيل للتيار الكهربائي، يا دوبك بتوصل كهرباء، هي بتوصل كهرباء بس بالعافيه. الاقي ان اللمبه شغاله بالعافيه منوره اضاءه خافته قليله جدا. طيب الاحماض القويه اللي هي بتوصل لي كهرباء بطريقه كويسه دي يا مستر زي مين؟ او بمعنى صح احماض جيده التوصيل للكهرباء، الكهرباء فيها عاليه، زي مين يا مستر؟ زي حمض الهيدروكلوريك والنيتريك والكبريتيك. هيدروكلوريك نيتريك كبريتيك. حلو. طب الاحماض الضعيفه اللي هي بتوصل كهرباء بس بالعافيه، مين هي يا مستر؟ الخل. ايه ده، هو الخل في حمض؟ ايوه اسمه حمض الخليك المخفف. ماشي. والنيتروز والكبريتوز. يبقى دلوقتي الاحماض القويه كان في نيتريك، الضعيفه نيتروز. طب قويه كبريتيك، ضعيفه كبريتوز. حلو ماشي.
طب القلويات بقى يا مستر، هو القلويات برضو فيها قوي وضعيف، في منهم بيوصل الكهرباء بطريقه كويسه او بطريقه مثلا عاليه، ونوع تاني بيوصل الكهرباء بطريقه ضعيفه. قال لك القلويات القويه اللي هي بتوصل جيدة توصيل الكهرباء زي هيدروكسيد الصوديوم. هيدروكسيد الصوديوم ده بيوصل كهرباء جيدة توصيل الكهرباء. لكن القلويات الضعيفة ديت ضعيفة التوصيل للكهرباء، بتوصل كهرباء بس بالعافية زي الأحماض الضعيفة كده. قالنا زي مين؟ هيدروكسيد الأمونيوم. يبقى هيدروكسيد الصوديوم قلوي قوي، هيدروكسيد الأمونيوم قلوي ضعيف. ماشي حلو. دلوقتي يا مستر خلاص انا عرفت الاحماض وعرفت القلويات، هو انا ينفع افاعل حمض مع حمض؟ يعني ينفع احط حمض مع حمض؟ لا ما ينفعش، ما ينفعش افاعل حمض مع حمض، لكن ينفع افاعل حمض مع قلوي. يبقى الحمض مع القلوي يمشي، لكن حمض مع حمض ما ينفعش. طب قلوي مع قلوي ما ينفعش، لازم حمض مع قلوي. طب يا مستر حطيت حمض مع قلوي هيطلع لي ايه يعني؟ لو حطيت حمض مع قلوي هيديك ملح وميه، ملح وماء. طب يا مستر مثال كده، حمض زي ال HCl، حمض اوله H طيب قلوي NaOH اخره OH، لما حطيتهم على بعضهم اداني NaCl، ده الملح، ده ملح الطعام، ملح البيت دوت. H2O دي الميه، اداني ملح واداني ميه. ماشي. يبقى ايه اللي حصل هنا؟ ان ال Na ديت راحت خدت الCl، ال Na خدت الCl. طيب والاتش ديت راحت خدت الاو اتش ديت، اتش واتش يبقى اتش 2. طيب والاو فين يا مستر؟ كاتبها. ماشي. يبقى كل واحد خد واحده وتفاعل معاه، الان خدت السي ال والاتش خدت الاو اتش مع بعضيهم. ماشي حلو. يبقى حمض قلوي ملح وميه، حمض مع حمض ما ينفعش، قلوي مع قلوي ما ينفعش. هناخد بس كده جزئيه بسيطه في لبن اسمه لبن المغنيسيا. لبن المغنيسيا دوت بيستخدم كعلاج مؤقت لمعادلة حموضة المعدة. يعني دلوقتي لو حد عنده حموضة زايدة في المعدة يشرب لبن المغنيسيا، وده يعتبر كعلاج مؤقت كده، هيقلله الحموضة يعني بمعنى أصح. ماشي يا مستر، لبن المغنيسيا دوت جواه ايه؟ جواه حاجة اسمها هيدروكسيد المغنيسيوم، ده قلوي صح؟ أنا دلوقتي عندي حموضة زايدة، حمض زايد، فانا دلوقتي هشرب لبن المغنيسيا علشان فيه قلوي صح؟ القلوي دوت هيعادل لي ايه؟ هيعادل الحموضه، يعني بمعنى صح هيقلل الحموضه شويه. يبقى دلوقتي لبن المغنيسيا جواه قلوي اللي هو هيدروكسيد المغنيسيوم. ليه؟ علشان يعادل حموضه المعده، يعني يقلل لي من الحموضه الزايده اللي تيجي عند الناس معينه يعني. ماشي. ده كان بالنسبه للبن المغنيسيا. دلوقتي بقى هنتكلم عن الاكاسيد. يعني ايه يا مستر الاكاسيد ديت؟ بصوا، لو جبتوا اي فلز او اي لا فلز وحركتوهم، يعني مسكت فلز وحركته او لا فلز وحركته في وجود الاكسجين هيديك اكاسيد. ماشي. يبقى انا دلوقتي لو مسكت اي فلز او اي لا فلز وحركته في وجود الاكسجين هيديني الاكاسيد. خلاص ماشي. طب يا مستر انت قلت لي لو مسكت فلز او مسكت لا فلز، طيب نمسك واحده واحده بس. لو انا دلوقتي مسكت انا كاتب لكم بس ان الاكاسيد دي عمليه الاحتراق في وجود الاكسجين، يعني بحرق حاجه في وجود الاكسجين، هي الحاجه يا اما فلز يا اما لا فلز. تمام ماشي يا مستر. دلوقتي نمسك واحده واحده. ايه الفلز؟ الفلزات لو انت مسكت الفلز وحركته في وجود الاكسجين هيديك حاجه اسمها الاكاسيد الفلزيه، او لها اسم تاني الاكاسيد القاعديه. ماشي حلو. يبقى انا دلوقتي لو مسكت فلز وحركته في وجود الاكسجين هيديني اكسيد فلز ولا لا فلز؟ اكيد اكسيد فلز، ما هو اصلا انا مسكت فلز حركته في وجود الاكسجين هيديني اكسيد فلز، سهله. طيب لو مسكت لا فلز وحركته في وجود الاكسجين، يعني ايه هو الاكسجين؟ اللي هو الهواء يا جماعه. لو مسكت لا فلز وحركته في وجود الاكسجين هيديني اكسيد لا فلز. ماشي. يبقى فلز يتحرق يدينا اكسيد فلز، طيب لا فلز يتحرق يدينا اكسيد لا فلز. تمام ماشي. الاكاسيد الفلزيه لها اسم اكاسيد قاعديه. طيب الاكاسيد اللا فلزيه لها اسم تاني اسمها اكاسيد حامضيه. طب يا مستر انا حاسس ان انا مش فاهم، ادينا مثال عشان نعرف بس. دلوقتي المغنيسيوم دوت فلز صح؟ حلو.
المغنيسيوم دوت فلز، لو حركته في وجود الاكسجين هيديك اكسيد فلز ولا اكسيد لا فلز؟ هيدينا اكسيد فلز. الام جي او دوت ده اكسيد فلز او اكسيد قاعدي، يعني الاسمين نفس الحاجه ماشي. يبقى الام جي او قلت ليه يا مستر عليه اكسيد فلز؟ اول ما تلمح الاكسجين وجنبيه فلز بقول عليه اكسيد فلز. طيب لو لمحت الاكسجين وجنبيه لا فلز اقول عليه ايه؟ اكسيد لا فلز. طب الاكسيد الفلز يا مستر ليه اسمه اكسيد قاعدي. طب الاكسيد اللا فلز يا مستر ليه اسمه اكسيد حامضي. حلو الكلام. انا خدنا مثال المغنيسيوم صح؟ طب لو مسكت الكبريت اللي هو اللا فلز وحركته في وجود الاكسجين هيدينا ايه؟ هيدينا اكسيد لا فلز، ان هو اصلا لا فلز ماشي. يبقى اللا فلز بيتحرك في وجود الاكسجين يدينا اكسيد لا فلزي او اسمه ايه؟ الاكسيد الحامضي. عرفت منين يا مستر؟ خلاص الكبريت دوت حركته في وجود الاكسجين اداني ايه؟ SO3 ثالث اكسيد الكبريت، وهنا كان اكسيد المغنيسيوم ماشي. حلو الكلام. دلوقتي يا مستر ايه اللي عرفك ان دوت اكسيد لا فلزي؟ اعرف ازاي؟ لمحت اكسجين جنبيه لا فلز اقول عليه اكسيد لا فلزي. لمحت اكسجين وجنبيه فلز اقول عليه اكسيد فلزي او اكسيد قاعدي ماشي. حلو. دلوقتي بقى قال لك ايه؟ لو مسكت الاكسيد الفلزي او الاكسيد القاعدي دوت وضفت له ميه، عارفين هيديكوا ايه؟ الاكسيد الفلز او القاعدي هيديكوا حاجه اسمها القلويات اللي احنا عاملين ناخدها وخدنا التسميه بتاعتها. هيديني قلوي. طب يا مستر هيديني ايه في المثال دوت؟ هيديني كده مركب اسمه MgOH الكل 2. حلو. ده قلوي. عرفت منين يا مستر ان ده قلوي؟ اخره OH، واحنا قلنا في اول الفيديو ان القلويات اخرها OH ماشي. يبقى واحده واحده. مسكت فلز حركته في وجود الاكسجين اداني اكسيد فلز او الاكسيد القاعدي نفس الحاجه. الاكسيد الفلز دوت. طب الاكسيد الفلز يا مستر او الاكسيد القاعدي دوت لما بتضيف له ميه اكسيد قاعدي حرف القاف، لما بتضيف له ميه بيديك ايه؟ قلوي ماشي. بيديك قلوي. يبقى الاكسيد القاعدي ضيف له ميه قلوي، قاعدي قلوي. طب يا مستر دلوقتي لو انت مسكت ثالث اكسيد الكبريت اللي هو اكسيد اللا فلزي دوت او الاكسيد الحامضي وضفت له ميه هيديك ايه؟ ده يا مستر كان اسمه اكسيد قاعدي بيديني قلوي. ده اكسيد حامضي بيديني ايه؟ حمض. طب يا مستر ايه الحمض اللي هو هيدينا H2SO4 حمض الكبريتيك لو انت فاكره من التسميه خدناه من شويه ماشي. ده حمض. واحده واحده نراجعهم بسرعه كده. ثواني بس نعمل كده عشان الناس ما تتلخبطش. دي حته تاني ماشي، دي حته ودي حته تاني ماشي. حلو. دلوقتي لو بنتكلم ما هي الاكاسيد؟ هي عمليه احتراق للفلزات او احتراق لللا فلزات في وجود الاكسجين. طيب يا مستر نمسك اول نوع ونخلص تمام. الفلزات زي مين مثلا؟ زي المغنيسيوم. لو مسكت المغنيسيوم اللي هو الفلز وحركته ولعت فيه يعني في وجود الاكسجين اللي هو الهواء هيديك ايه؟ اكسيد فلزي، لان هو فلز هيديك اكسيد فلزي. طب الاكسيد الفلزي دوت ليه اسم تاني اسمه اكسيد قاعدي ماشي. طب الاكسيد القاعدي دوت اللي هو الاكسيد الفلزي لو حطيت له ميه هيديك مين؟ هيديك قلوي اللي هو هيدروكسيد المغنيسيوم هنا ماشي. حلو. يبقى اكسيد قاعدي ميه يديني قلوي، قاعدي ميه قلوي. حلو. نمسك بقى اللا فلزات. لو مسكت اي لا فلز وحركته في وجود الاكسجين زي مثلا الكبريت كده هيديك ايه؟ هيديك اكسيد لا فلز لان هو لا فلز. زي مين يا مستر الاكسيد اللا فلز؟ زي ايه؟ زي الاكسيد اللا فلز زي SO3 اللي هو ايه؟ ثالث اكسيد الكبريت. حلو ماشي. طب الاكاسيد اللا فلزيه ديت يا مستر ديت اسمها ايه؟ اكاسيد حامضيه. كلام جميل. طيب الاكاسيد الحامضيه بدون حامضيه لو ضفت لها ميه هتديك مين؟ هتدينا حمض. حمضيه ميه حمض، قاعديه ميه قلوي، قاعديه ميه قلوي، حمضيه ميه حمض ماشي. احفظها بالطريقه ديت. خلاص يا مستر عرفت ازاي القلويات بتتكون وازاي الاحماض بتتكون. مستر دلوقتي عايز اعرف حاجه بس، الاكاسيد الفلزات اللي هي الاكاسيد القاعديه دي
اللي هي الاكاسيد القاعديه دي. اكاسيد الفلزات تتفاعل مع الاحماض ولا تتفاعل مع القلويات؟ يعني لو جبت اي اكسيد فلز اللي هو زي دوت كده وعايز افعله مع حمض هيتفاعل، لكن مع قلوي ما يقدرش يتفاعل. ماشي. طيب يا مستر احفظها ازاي؟ اسمه اكاسيد فلزات. طب الاكاسيد الفلزات دي كان اسمها ايه؟ قاعديه، صح؟ الاكاسيد القاعديه. الاكاسيد القاعديه او الاكاسيد الفلزيه القاعديه لا تتفاعل مع القلويات، القاف والقاف ما يتفاعلوش مع بعضهم. قاعديه مش بقدر اتفاعل مع القلويات، ماشي، لكن بتفاعل مع الاحماض عادي. لكن اكاسيد اللافلزات اللي هي الحامضيه ما بقدرش اتفاعل مع الاحماض، بقدر اتفاعل مع القلويات. يبقى الحرفين اللي شبه بعض ما بيقدروش يتفاعلوا مع بعض. ده اكاسيد فلزات اللي هو ايه؟ قاعديه. قاعديه ما بقدرش اتفاعل مع القلويات لكن بقدر مع الاحماض. لكن اكاسيد اللافلزات حامضيه، الحامضيه اكاسيد حامضيه ما بقدرش اتفاعل مع الاحماض لكن بتفاعل مع الايه؟ مع القلويات. يبقى الحرفين اللي شبه بعض ما بيقدروش يتفاعلوا مع بعض، ماشي. ده كان بالنسبه للاكاسيد. اخر جزئيه في الدرس اللي هي الامطار الحامضيه. دي حته سهله جدا، ممكن ما تكملش معانا 5 دقائق. الامطار الحامضيه ديت ازاي اصلا الامطار الحامضيه اتكونت، ويعني ايه اصلا امطار حامضيه؟ بصوا، عارفين انتوا الوقود الحفري اللي هو زي الفحم والبترول والكلام دوت، ده لما يحصل له احتراق بيطلع لي شويه اكاسيد ايه؟ حامضيه، ماشي. طيب يا مستر الوقود الحفري دوت بيحصل له احتراق فين؟ بيحصل له احتراق مثلا في العربيات، في المصانع، في المحطات القوه اللي هي بتولد كهرباء، في اماكن كتيره يعني. طب يا مستر هو دلوقتي لما الوقود الحفري دوت بيحصل له احتراق بيطلع لي اكاسيد حامضيه. زي مين الاكاسيد الحامضيه دي يا مستر؟ زي ال NO2 وال SO2. ده ثاني اكسيد الكبريت، حاول تجراه من اليمين للشمال. ده ثاني اكسيد النيتروجين. دول اكاسيد حامضيه. طب حد بقى يكون جدع يفكرني انا ليه قلت على دول اكاسيد حامضيه؟ ما احنا لسه واخدين من شويه ايه هي الاكاسيد الحامضيه. والله يا مستر انت قلت لي اول ملمح اكسجين وجنبيه لا فلز اقول اكسيد حامضي. ما هو اكسجين وجنبيه كبريت، ما الكبريت ايه؟ لا فلز. طيب اكسجين وجنبيه نيتروجين، ما النيتروجين لا فلز. ماشي، ما علينا يعني. دول الاثنين ايه؟ اكاسيد حامضيه. الاكاسيد الحامضيه ديت لما تطلع كده فوق في الهواء هتلاقي ايه؟ هتلاقي بخار الماء، بخار الميه في الجو يعني. الاكاسيد الحامضيه ديت لما تطلع تلاقي بخار الميه هتدوب فيه، ماشي. ثواني يا مستر، انت قلت لي اكاسيد حامضيه هتلاقي بخار الماء اللي هو الميه هتدوب فيه، يعني الاكاسيد الحامضيه هتتفاعل مع الميه. طب يا مستر ما انت من شويه قلت لي ان لو مسكت اي اكسيد حامضي وحطيت له ميه هيديني حمض، وانها من شويه ما كملناش. فبالتالي هيكون لي حمض. الحمض دوت بيتجمع فين في الاخر؟ بيتجمع في السحب زي ما انتم شايفين. طيب يبقى دلوقتي السحابه ديت جواها ايه؟ جواها حمض. اول بقى ما يحصل هطول المطره تنزل، المطره ديت هتبقى ايه؟ امطار حامضيه، ماشي. هكتب بس هنا حمض. يبقى ملخص الكلام، في شويه اكاسيد حامضيه طلعت منين يا مستر؟ طلعت من احتراق الوقود الحفري. طيب الوقود الحفري دوت يعني بيحصل له احتراق فين؟ في المصانع، في السيارات، في محطات القوه اللي هي محطات توليد الكهرباء، في اماكن كتير، ماشي. خلاص طلع ثاني اكسيد الكبريت وثاني اكسيد النيتروجين اللي هو الاكاسيد الحامضيه. طلعت فوق في السماء، لقيت ايه في السماء او في الهواء؟ لقيت بخار الماء. ايه ده؟ اكاسيد حامضيه مع ميه يديني حمض على طول. طيب الحمض دوت هيتجمع في السحب. السحب دي لما تبتدي تحصل لها هطول يعني تنزل مطره، هتبقى المطره دي امطار حامضيه، امطار جواها حموضه، جواها احماض، نسبه الحموضه فيها زايده يعني، ماشي يا مستر. طب الامطار الحامضيه دي ايه اضرارها؟ انا كاتبها. الاضرار دي نعرفها ونحفظها. اول ضرر بتدمر للغابات. تاني حاجة الإضرار بالكائنات الحية التي تعيش في المسطحات المائية، الكائنات اللي بتعيش في المية يعني هتموتها، ماشي. ايه تاني؟ تآكل أحجار المباني، هتخلي المباني تسيح أو تتاكل كده. ولو في تماثيل برضه هتبوظ التمثال، هتلاقي التمثال بيسيح مع مرور الوقت. ايه تاني؟ مشاكل صحية بالجهاز التنفسي للإنسان. دي كلها أضرار للأمطار الحامضية، وعرفنا الأمطار الحامضية إزاي اتكونت. بس كده الحمد لله خلصنا الدرس. بتمنى من الله ان كنتوا تكونوا فهمتوا اي حاجة او اي كلمة او اي جزئية شرحناها في الدرس كله. وبس كده، اشوفكم على الدرس الجاي باذن الله، او اشوفكم في المراجعة بقى، الله اعلم. يلا السلام عليكم.